طبعا فكرة تكريم نادي النصر لصعود الدوري الممتاز، طبعا احنا في منطقة القاهرة احنا 7 أندية موجودين في الدوري الممتاز، فلما يصعد نادي آخر للدوري الممتاز ويصبحوا 8 فده تكريم أصلا لمنطقة القاهرة قبل أن يكون تكريم لنادي النصر. الحمد لله احنا يعني اتكلمنا مع مجلس الإدارة وكان قرار مجلس الإدارة ان احنا طبعا من خلال رعايتنا لكل أندية القاهرة طبعا كان المفروض ان احنا نكرم نادي النصر اللي هو طبعا يتبع منطقة القاهرة بصعوده للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه. أنا ابن نادي النصر كلاعب وكمدرب وكأمين صندوق، وانا النهارده يعني زي ما بيقولوا كده صاحب فرحين مش فرح واحد. انا صاحب فرح نادي النصر واللي اتربيت فيه وخدمت فيه ومنطقه القاهره طبعا حاجه بتشرفنا ان نادي تبعنا بيطلع درجه اولى وعشان كده احنا بنحتفل بيه. في سعاده غير سعاده غامره، سعاده كبيره جدا، وده جهد ناس كتير جدا بدءا من الناس اللي كانوا تحت لحد الناس اللي موجودين حاليا كمجلس إدارة كمسؤولين كلاعيبة كأجهزة فنية. والله الكابتن محمود الخطيب ده طبعا يعني أنا اشتغلت في نادي النصر في سنة 62 63 وبعد كده جينا في 64 و65 و66. المهم جه كابتن محمود كان لسه صغنطوط كده في عندنا في عين شمس وكان معاه مجموعة جم المجموعة دي خدتهم ورحنا ساحة اسمها ساحة مصر الجديدة وبدأوا يتمرنوا هناك. وبعد كده طبعا أنا كنت بمرن في ساحة مصر الجديدة دي ومرن في نادي النصر، فرحت أخدهم على نادي النصر. وكان الخطيب كان عنده حوالي تقريبا 13 سنة أو 12 سنة. إنجاز في ظل الظروف طبعا. أنا يمكن بلم شوية بنادي النصر وعارف الظروف قد إيه صعبة هناك، فكون يعني في أصعب ظروف يصعدوا دي طبعا إنجاز كبير يحسب لمجلس الإدارة واللاعبين والجهاز ويحسب للمنظومة كلها في نادي النصر. صعدنا دوري ممتاز، احنا نستحق ان احنا نصعد بقالنا كذا سنة، بس الحمد لله ربنا كتبها لنا السنة دي ووفقنا والحمد لله نقدم موسم كويس ان شاء الله في الممتاز السنه دي. الحمد لله رب العالمين على كرم ربنا سبحانه وتعالى في ان احنا وفقنا السنه دي في الصعود. وبشكر طبعا منطقه القاهره اللي هي اول جهه كرمتنا السنه دي في بعد صعودنا. لسه طبعا الوزاره ولسه الاتحاد بس يعني اول الغاية قطره. حلم من 5 سنين على وشك ويجي وعلى وشك ويجي وفي الاخر الحمد لله ربنا حققه السنه دي. طبعا دي فرحه كبيره، فرحه كبيره قوي يعني. نادي النصر نادي فرقه محترمه جدا بجد، بقى لها 5 سنين تستحق ان هي تكون في الدوري الممتاز من زمان. يعني فرقه كل سنه تبارى، فرقه بتلعب كره هجوميه بشكل واضح جدا، فرقه ما عندهاش اي حسابات لاي فرقه بتلعب كره كويسه جدا، وده اتاخر. يعني هم المفروض يبقوا في الدوري الممتاز من 4 5 سنين. الحمد لله بقول فضل وكرم من ربنا، يعني ربنا سبحانه وتعالى السبب في اللي احنا فيه ده. والفرحه دي بتاعتنا كلنا مش بتاعت سيد لوحده، دي بتاعت نادي النصر كله، وكل بيحبوا نادي النصر، كل اشتغلوا في نادي النصر وكل اشتغلوا مع نادي النصر وكل اللي ساندوا نادي النصر. مجهود كبير جدا عمله الدكتور عمرو عبد الحق، مجهود كبير جدا استكملته الدكتوره سعر عبد الحق، مدير فني رائع الكابتن سيد عيد، مجموعه متميزه من اللاعبين، منظومه اداريه رائعه جدا داخل نادي النصر رغم الصعاب ورغم الحل والعوده والمعين والانتخابات، لكن كملوا في مسيرتهم لهدف واحد وهو الصعود للدوري الممتاز. انا سعيد جدا وسعيد باللي عملته منطقه القاهره، عرف جديد نتمنى انه يتكرر على طول. كل المناطق كده تحفز وتكرم الانديه اللي تابعه ليها. وبشكر كابتن محمود خطيب طبعا اللي هو طول عمره متواصل معانا، متواصل مع نادي النصر، وزي ما هو قال هو نشأ في نادي النصر ولكن اتربى في نادي الاهلي، فهو كان عنده فرحتين، صعودنا وانجاز النادي الاهلي في الدوري الصعب. حلم كبير تحول لحقيقه بصعود النصر للعب مع الكبار في دوري الرضا والشهره. منطقه القاهره حرصت على تكريم نادي النصر بعد تحقيق هذا الانجاز الكبير. كان معكم احمد كمون لكره بلدنا، قناه القاهره، التلفزيون المصري.